رجع الغزال العجوز وبلغ الغزلان ان هو اتفق مع الاسد وقال لهم من النهارده هنعمل قرعه، واللي يجي عليه الدور هيخرج يقدم نفسه للاسد. وبداوا فعلا وعملوا قرعه، ولما جه الدور على غزال من الغزلان خرج وراح للاسد وقدم له نفسه على طبق من ذهب. الاسد فرحان، يا بختي يا سعدي، انا باكل ومتهني حتى كمان من غير ما اعمل اي مجهود، دي حاجة عظمة خالص. والغزلان في حزن وزعل، ووادي الغزلان بعد ما كان كله سعادة وهنا وسرور وفرحة ونشاط بقى كله كآبة. وقفت الغزالة تقول لهم اسمعوا، أنا معترضة على الاتفاق اللي اتفقتوا عليه، أنا مش موافقة خالص. يعني إيه نسلم نفسنا؟ لازم ندافع عن نفسنا، ولو هنموت نموت بشرف، مش نقدم نفسنا أكلة سهلة للأسد. الغزلان قالت لها عندك حق، بس هنعمل إيه؟ مش عارفين نعمل حاجة.